مقالب كروية مش خفية. اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو اللي كان عالمي واسطوره مع ليفربول، ومن كتر ما تألق راح في صفقه كبيره في 2018 مقابل 170 مليون يورو لبرشلونه، ومن ساعتها بطل يقول واتقلب بطه بلدي. الضحك ان بفلوسه دي ليفربول اشترى صلاح وباقي الكتيبه اللي كسبت كل حاجه مع يورجن كلوب وعملوا تاريخ كبير. اما برشلونه اخر ما غلبوا فيه بعتوا اعاره البايرن في 2019 يمكن يتصلح حاله. البايرن اكتشف انه مقلب، قالوا لهم يفتح الله ورجعوه تاني. وليه بنقول مقلب؟ لانه مع بارسا في اكتر من 106 ماتش ما جابش غير 25 جون وصنع 14 هدف، وفي الاخر باعوا استون فيلا بحوالي 17 مليون يورو بس، اللي برضه عرفوا انه مقلب وقعروه في الاخر للدحيل القطري. وكل مقلب وانتوا طيبين. لعبنا النهارده مقلب وعمل مقلب في الانديه اللي لعب فيها. عثمان ديمبيلي انضم لبرشلونه من بروسيا دورتموند بصفقه 135 مليون دولار، ومن ساعه ما راح والاصابات مش سايباه، لدرجه انه وصل عدد الاصابات 13 اصابه في 2017 بس اللي هي انتقل فيها. الاصابات بعد كده بعدته عن الملاعب حوالي 680 يوم وفوت فيهم 98 لقاء. عرفوا من ساعتها ان الصفقه مقلب ولقبوه بالزجاجي. يجي باريس الله يبارك لهم ويشتروه سنه 2023 بحوالي 50 مليون يورو، وربنا نفخ في صورته اخيرا، وبعد مشاركته في 28 ماتش جاب معاهم جون واحد. ده انت مقلب مشفي يا عثمان يا ابني. مقلبنا النهارده هو المهاجم الموريتاني دومينيك دا سيلفا، مقلب اوستيك. الاهلي جابه في 2011 من صفاقس التونسي وفضل مستمر مع الاهلي سنتين، بس كان عيل لبط وبتاع مشاكل وبيعمل حوارات مع اللعيبه والمدربين، وما جابش غير يا دوبك 6 اجوان بالعافيه، يعني كان بيتخانق اكتر ما بيجيب اجوان لحد ما الاهلي قرر يستغنى عنه ويفسخ عقده بالتراضي. فيجي في يناير 2014 عبقري التدريب كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك ساعتها ويقول لك احنا نضم دومينيك في صفقه انتقال حر. ماشي يا ميدو انت حر. فيروح دومينيك الزمالك يعمل نفس الحوارات ويتاكدوا بنفسهم انه مقلب ويمشوه برضه. وكل مقلب وانتوا طيبين. لعيب كبير بس كان مقلب كبير في برشلونه، هو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان اللي انتقل في 2019 من اتلتيكو مدريد لبرشلونه في صفقه كبيره عملت حوالي 120 مليون يورو. انما جريزو ما كانش معاهم، عمل موسمين الأسوأ في تاريخه وما كانش مولف مع ميسي ساعتها، وحتى وشه كان فقري عليهم. في الموسم الاول لبسوا ال 8-2 التاريخيه من البايرن في دوري الابطال. كمالة المقلب بقى انه اول ما رجع بيته تاني اتلتيكو مدريد طلع نار من بقه تاني وجاب له ولا يجي 50 هدف، يوصل بيهم في يناير 2024 لاجمالي 174 هدف، ويكون الهداف التاريخي لاتلتيكو مدريد دلوقتي. نقول ايه بقى؟ هي قرا فصلها. يلا كل مقلب وانتوا طيبين. من المقالب السوء لنادي تشيلسي الانجليزي هو اللاعب البلجيكي روميرو لوكاكو. في 2021 اشتروا تشيلسي لوكاكو من انتر في صفقه ريكورد وقتها ب 98 مليون باوند. ايه الفكره؟ ان هم اللي كانوا بايعينه قبلها بسنتين لانتر ب 74 مليون بس، يعني سعره كان بيزيد اسرع من العقارات، بس زي بعضه كان فورمه مع انتر وقيمته بتزيد. ايه المشكله يعني؟ المشكله في اللي حصل بعدها. لعب لوكاكو يجي 43 ماتش ما جابش فيهم غير يجي 15 جون، يعني تقريبا اقل من جون في الماتشين، معدل معفن على الفلوس اللي اتدفعت فيه. بس الكارثه بقى انه كمان عمل انترفيو قال انه مش مبسوط معاهم ووحشوا الانتر، خازوق يعني قالوا له غور في داهيه، رجعوه الانتر اعاره، كمل فورمته المعفنه معاهم، وكمان حرمهم من التسجيل في نهائي دوري الابطال 2023 ولا اجدع مدافع في السيتي. قالوا له ارجوك ارحل، قام راح اعاره لروما وماشي حاله هناك السنه دي. بس المقلب الاكبر انه لسه لاعب على قوه تشيلسي. صفقة أليكسيس سانشيز من أرسنال ليونايتد مقلب زي ما الكتاب بيقول. لما مشي من أرسنال في 2018 وراح يونايتد كان بيطلع نار من بقه مع المدافع. يونايتد قالك بس هو ده اللي هيجيب لنا الدوري زي ما خدنا منهم فان بيرسي كده. سانشيز عاش اللحظة وقال لك كان حلمي اللعب للمان يونايتد من وانا نونو، وقعد لعب على البيانو وجابوا له سندوتشات بانيه. هوب بعد أول تدريب ما تفهمش إيه اللي حصل، اكتئب، قال لمدير أعماله هو أنا ما ينفعش أرجع أرسنال. المهم عصر على نفسه ليمونة وكمل، وفي 45 ماتش ما جابش غير 5 تجوان وصنع 9. طبعا أرقام في منتهى الحقاره. طبعا مشي راح الانتر في 2019 لعب معاهم 70 ماتش ما جابش غير 11 جول. فطبعا مشي تاني في 2022 وراح مارسيليا الفرنسي، وبعدها بسنه انتر اعلن عودته وعملوا له عقد سنه تقريبا من باب الجدعنه والعشره. مقلب حارس المرمى الاسباني كيبا مع تشيلسي. كيبا وصل تشيلسي من اتلتيك بلباو بحوالي 80 مليون يورو سنه 2018، يعني قبل التعويض. كان ساعتها تعتبر اغلى صفقه حارس مرمى في العالم، وكان عشان يعوض رحيل كورتوا لريال مدريد. للاسف كيبا قدم مستويات كارثيه،
في اول موسمين بس كيبا لعب مع تشيلسي 163 ماتش، دخل في مرماه 175 جول، اللي هو لو الجون فاضي كان هيدخل نفس عدد الاجوان بس يوفروا القرشين. ساعتها الصحف قالت عليه صاحب اسوأ نسبة تصدي خلال الموسم ب 53% بس التصديات، ودي كانت النسبة الاسوأ من موسم 2003 2004. ده اللي خلى النادي الانجليزي يضطر للتعاقد مع السنغالي ادوارد مندي اللي جه وقال لكيبا اقعد يا باشا على البنش، تعبناك بما فيه الكفاية.